ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ شوية قرص يتاكلوا حاف كده ويستاهلوا بقكم. شايفين الاحمرار والجمال والحلاوة والتسوية اللي زي العسل. يلا بينا نشوف مكوناتها ونشوف طريقتها. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة وصفة شيماء. ويلا بينا نشوف مقادير القرص الطرية وعملتها ازاي. هنا معايا الاول هنسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ونشوف هنعمل. انا هقول لكم مقدار الكيلو لان دول 3 كيلو دقيق. فهقول لكم كيلو الدقيق بياخد معلقة سكر، عليها كيس خميرة فورية، عليها كيس، عليها رشة ملح، عليها نص معلقة بيكنج باودر، عليها ونقلبهم مع بعض. يبقى اقول لكم المقادير الجافه تاني. كيلو الدقيق للقرص الطريه، بجيب كيلو الدقيق احط عليه كيس الخميره الفوريه، عليه معلقه السكر، عليه رشه الملح، عليه معلقه صغيره بيكنج باودر. خلاص يا حبايبي، ويلا بينا نعجن مع بعض. حطيتهم كده في البوله بتاعت العجان، وجبت السمنه بتاعتي علشان هبس بيها الدقيق زي الكحك كده. هبس السمنه بالدقيق كويس. فهنا قلبت كده الدقيق تقلبتين بالمكونات اللي حطيتها، وهبتدي انزل بكوباية سمنة. كيلو الدقيق بياخد قد ايه سمنة؟ بياخد كوباية سمنة. كيلو الدقيق يا حبايبي بياخد كوباية سمنة او كوباية الا ربع، على حسب الدقيق معاكي بيشرب المادة الدهنية ولا لا. هنا عايزة تحطيها بقى سمنة بلدي، عايزة تحطيها سمنة على زيت، عايزة تحطيها سمنة، بس اللي انتي حابة تحطيه حطيه. يبقى انا هنا هقول لكم المقادير تاني. كيلو الدقيق بياخد معلقة سكر، رشة ملح، كيس خميرة فورية، معلقة بيكنج باودر صغيرة، وهنزل بكوباية زيت. ولو ما عندكيش الكبة بإيدك كده، وافضلي بسي السمنة والدقيق كويس لغاية لما تبقى عاملة زي الرملة، زي حبات الرملة. خلاص بعد ما تتبس كده السمنة بالدقيق، هنزل باللبن الرايب. اللبن الرايب حوالي من ربع كيلو، نص كيلو لبن رايب، او ربع كيلو كوباية. خلاص اهو اللبن الرايب معايا. لو عندك شرش بتاع السمنة برضو ممكن تعجيني بيه عادي خالص، اللي بيطلع من السمنة البلدي. يبقى هنا بعمل لكم النهاردة عجينة القرص الطرية، او القرص الفلاحي، او الكماج، او الكماش زي ما بتقولوه باللغة بتاعتكم. كيلو الدقيق بياخد كوباية سمنة وربع لبن رايب، او ربع كوبايه على حسب الدقيق. السوائل ديت ما تقدريش تحسبيها، علشان الدقيق في كل مكان ما بياخدش سوائل زي غيره. بس انا بقول لكم ربع كيلو، فانتوا تزودوا او تنقصوا على حسب سمك العجينه قصادكم. خلاص، يبقى خدنا كيلو دقيق، عليه ربع كيلو لبن رايب، معلقه سمنه، رشه ملح، معلقه سكر، كيس خميره فوريه، اللهم صل على سيدنا محمد، معلقة بيكنج باودر صغيرة. بصوا عجنتها لغاية لما الحلة نطفت جدا. برضو لو بعجنها على ايدي وعجنتها على ايدي كذا مرة، تعجني في الطبق البلاستيك بايدك كويس جدا لغاية لما تتلم ويبقى ملمسها طري كده وبيلزق، بس مش ماسكة في الايد. ملمسها بيبقى طري وبيلزق بس مش ماسكة في الايد. هنا بقى حطيتها في الطبق كده وسبتها تخمر، وهنا دلوقتي خمرت كده. هبتدي اقطعها معاكم لكور صغيرة حجم القرصة اللي انتوا حابينها. كل دوت يرجع ليكوا انتوا. دي حجم القرصة اللي انتوا حابينها. جبت قماشة نضيفة كده عاملاها للعجين بس. هبتدي اقطع كده عليه بعد ما خمرت. القرص الطرية بيبقى فيها خميرة يا جماعة. خلاص، هقول لكم المقادير دي اهو كده يا حبايبي. بقطع على قد ايه حجم البرتقانية الصغيرة او البيضاية كده. ديت حجم القرصة الوسط الحلوة. هقول لكم المقادير تاني. كيلو الدقيق بياخد كوباية سمنة، بياخد ربع كيلو لبن رايب، ولو عايز او قل انت برضو حسب ايدك. بياخد رشة ملح، بياخد معلقة سكر كبيرة، كيس خميرة فورية، معلقة بيكنج باودر صغيرة عشان يبقى قلبها هاشش كده. وبعد كده هبتدي اعجن. طريقة العجن بحط المكونات الناشفة كلها، وبعد كده بنزل بالسمنة
في الطبق البلاستيك، وافضل ابس السمنه بالدقيق جدا زي الكحك كده. افضل ابس السمنه بالدقيق كويس جدا لغايه لما يتجانسوا ويبقوا عاملين زي رمله البحر كده. هنزل باللبن الرايب حبه بحبه لغايه لما تتماسك وتبقى عجينه طريه بتلزق، بس مش ماسكه في الايد، بتكون فيها سنه تلزيق بسيطه. وبعد كده هسيبها تخمر، وبعد ما تخمر هقطعها لكور صغيره زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي افردها معاكم. بعد ما بقطعها لكور صغيرة كده بسيبها تردح حوالي 10 دقايق. لو في الشتاء، لو في الصيف بسيبها زي 5 دقايق كده ترتاح. وبعد كده ابتدي ابططها زي ما انتوا شايفين. هي مش عايزة حاجة تتبطط بيها. بصوا انا ببططها بايدي او بفردها بايدي لان هي مش محتاجة حاجة. بصوا طرية جدا وماشية في الايد كده ما شاء الله. بصوا مش محتاجة حاجة تتفرد بيها، ولا نشابة ولا السريع ده ولا اي حاجة. شايفين الجمال والحلاوة؟ يلا بقى هاتيلي الكيلو دقيق كده وجربي فيه، او نص كيلو دقيق كمان وجربي فيه، هتطلع لك زي العسل كده وهتدوب في بقك. شايفين بتتفرد بكل سهولة ازاي؟ عشان هي مخدومة في العجن كويس، علشان هي مرتاحة وخمرانة الخمر الحلو. بوريكوا السمك بتاعها. هي المفروض يبقى سمكها كده لان هي لسه هتخمر. بنخمروها مرة تانية. جبت بقى الصينية اللي هبتدي اسوي فيها، بس انا مش هدخل في الفرن دلوقتي، انا هسيبها تخمر في الصينية. هحطها بقى كده في الصينية واغطي عليها واسيبها تخمر مرة تانية زي الكحك بالظبط. هنا بقى دي القرص الطرية هسيبها كده على الصينية. ودي الكمية كلها طبعا فردتها كلها على الصينية، وفردت قماشة وبقيت احط طبقة فوق طبقة زي ما انتوا شايفين. عملوا لي كذا طبقة كده غير الصواني الصغيرة اللي هي في الفرن دي. هنا بقى بعد ما خمرت بصوا سمكها زاد الضعف ازاي. شغلت الفرن، بشغل الفرن من تحت على عالي والجناب وسط، وببتدي ادخل الصينية في الفرن وبتطلع لي زي العسل زي ما انتوا شايفين كده. تسوية الفرن ببقى معلية من تحت ومن الجناب وسط، مش عالية قوي. بتطلع لي لونها جميل كده وزي العسل كده ما شاء الله. شايفين التسوية؟ النار متوسطة من فوق اهي، مش عالية قوي. وببتدي الف في الصينية اللي بسوي فيها. بصوا بتقب ازاي ما شاء الله. ودي كانت تسوية القرص بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم. مستنية لايكاتكم وكومنتاتكم الجميلة، مستنية الشير لأصدقائكم وحبايبكم. يا رب يكون وصفتي النهاردة عجبتكم. تعالى افتح لكم واحدة كده ما شاء الله. شايفين ما شاء الله هشة من جوه وجميلة. مستنية بقى تجربوا وتبعتولي في التعليقات تقولوا ايه رأيكم في القرص الطرية الجميلة. شايفين ما شاء الله لونها حلو جدا، ده الكاميرا كمان ظلمة لونها. يلا بسرعة هاتي كيلو دقيق وجربي كده القرص الطرية بتاعتي على طريقتي، هتلاقيها جميلة وزي العسل كده. يا رب يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى واحلى. ما شاء الله طلعت حلوة جدا، وبالهنا والشفا على اللي اكل منها.